السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم عيد من قناه الجزار عيد سينا، وجايلكم فيديو جديد كالعاده. يا جماعه الفيديو ده يا جماعه مطلوب في اخر كومنت جالي على اخر فيديو انا نزلته. واحد قال لي عايزين نعرف السكاكين المستخدمه لشط الضاني، لان لما بنشط الضاني وده المعتاد مع معظم الناس اللي هم بيذبحوا من السنه للسنه، بيقول لك كل لما بنذبح خروف واحد العده كلها او السكاكين اللي معانا كلها بتتطرم وبتتكسر. هشرح لك دلوقتي واعرفك استخدام كل سكينه في العده اللي عندك من غير ما اشوفها يكون ايه، وكل سكينه لها مكان معين في الخروف بتقطعه، مش اي سكينه بتقطع اي مكان وخلاص. هتستخدم السكينه المناسبه لقطع المكان المناسب عشان السكاكين ما تطرمش منك وتعيش معاك فتره، بحيث ان انت تقدر تستخدم السكاكين طول السنه. هنعرفكم ازاي ان انت تشطه، لان طبعا اول حاجه بتطرم السكاكين هي بدايه تكسير اللحم وشط اللحم، لان طبعا ده المكان اللي السكينه بتنزل فيه كله بيكون عباره عن عظم. هعرفك مقاس السكينه والسكينه هين اللي تشتريها والماركه هين الافضل ان انت تشتريها، بحيث ان انت لما تيجي تشط الخروف او تكسر اللحم الضاني في العيد، او لو انت بتذبح في ايام معينه في السنه، ان السكاكين بتاعتك ما تطرمش. بدايه كده يا جماعه دي معانا سكينه اسمها فاكترونكس السويسري المستورد. طبعا هسيب لكم صورة الماركة بتاع السكينة، لأن السكينة طبعا بقالها فترة عندنا. السكينة ديت هي نفس ماركة السكينة ديت بتعيش، يعني السكينة ديت عمرها أكتر من 5 سنوات بنجيبها بتكون بالشكل ده، ولكن لما بتتسن الماركة بتاعتها بتتمسح. هسيب لكم صورة الماركة. الفاكترونكس دي يا جماعة ديت مقاس 36، ديت مخصصة لشط الخرفان الضاني وشط رقاب الضاني. السكينة ديت نشط بيها خروف، نشط بيها جدي، نشط بيها ممكن نشط بيها عجل بكيلو صغير، انما ما ينفعش نشط بيها عجل كبير بقري كندوز. اللي بنشط بيه العجول البقري كندوز هو الساطور ده، وشطينا في اكتر من فيديو. لازم تشط العجول بالساطور وزن كيلو و200. ده الساطور ده وزن كيلو 200، وفي سواطير ساطور يكون وزنه كيلو 100 جرام. ده افضل شيء لشط العجول، وممكن ان انت تقصف بيه الضان. هنعرفكم يعني ايه تقصف ضان. اول حاجه هنيجي نشط الخروف وهنوريكم مع بعض ان انت لما بتيجي تستخدم السكينه ال 36. طبعا دي سكينه قديمه عمرها اكتر من 5 سنوات عندنا. بتشط طبعا بتبدا من فوق اهوت وبتخبط على العظم. مهما كنت بتخبط عمر السكينه الفاكترونكس طبعا احنا ما بنعملش دعايه للشركات، ولكن انا بقول لكم على الماركات اللي انا جربتها شخصيا. طبعا اهو شطينا الخروف، قسمناه نصين بالعربي كده اهو، والسكينه ما شاء الله طبعا احنا شغالين بيها النهارده مش متطرمه وحاميه. ده بالنسبه للسكينه ال 36. شطينا الخروف. بالنسبه للتقصيف يا جماعه، لما تيجي تقصف ما ينفعش تقصف بسكينه زي ديت او تشط الخروف بسكينه زي ديت مهما كانت قويه ومهما كانت حاميه معاك، لانها مهما كانت قويه ومهما كانت حاميه مع اصطدامها مع العظم اكيد 100% هتتطرم. طبعا التقصيف اما تيجي تقصف او تقطع بقى لحمه بالعظم، قطع بالساطور اللي هو زي ده. ليه بقى؟ لان الساطور وزنه تقيل ومع اصطدامه مع العظم عمره ما بيتطرم. طبعا لو عملت الساطور عمره ما هيتطرم طبعا، لان الماركه. واللي عايز انواع سكاكين معينه يرسلنا على الواتس، هسيب له رقم الواتس اعرفكم على ناس بتجيب سكاكين نظيفه. بالنسبه بقى لاستخراج الريش، كل حاجه ولها حاجه. بتقصف، قصفنا بالساطور يبقى هتطلع الريشه بالسلسله الفاكترونكس. ده لو حضرتك حابب تطلع سلسله، كل حاجه ولها حاجه. لو طلعنا بالسكينه اللي طلعنا السلسله بالسكينه الفاكترونكس اللي هي التقيله، عادي ما فيش مشكله، ولكن دي بتكون خفيفه على ايدينا واكثر تحكم في انك تطلع السلسله. ده بالنسبه للسكينه 36 الفاكترونكس ديت المستخدمه في الشط وتقصيف اللحم. كمان معانا الرقبه الضاني، وديت اكبر مكان بيكون العظم بتاعه جامد وناشف ويطرم السكاكين كلها. ممكن ان انت تستخدم
الساطور ده عادي في شط الرقبه، وممكن انت تستخدم ال 36. لو انت مبتدئ انصحك ان انت تستخدم ال 36. لو انت محترف وقديم هتستخدم الساطور عادي، ولكن انت كمبتدئ لازم تستخدم ال 36. ليه؟ بيكون اخف وبيكون اكثر تحكم من الساطور، لان الساطور بيكون وزنه حوالي كيلو 100 لكيلو 200. فبننزل بالسكينه وبتشوط زي ما حضراتكم شايفين، وفي نفس الوقت ما بيحصلش تطريم للسكين. نصيحه بقى عشان الناس اللي بتقول لك احنا بقى عايزين نسن العده وبنركنها، العده بتتطرم بعد ما بتشتغل في العيد. سيب السكينه بالدهن اللي عليها زي كده، ما تمسحهاش ولا تغسلها، سيب الدهن ده عليها وهتسيبها للسنه اللي بعدها عمرها ما هتصدي. لما تسيبها تحفظها بعد ما تذبح الذبيحه، سيب السكينه بالدهن اللي عليها بالمنظر ده للسنه اللي بعدها عمرها ما هتصدي، هتحفظها من الصدى افضل من انك تعصها زيت او تعصها اي ماده ثانيه. الافضل في ناس بتقول بنعصها شحم، بنعصها جاز. الافضل ان انت تسيبها بلحمتها وتسيبها. افضل حمايه للسكاكين من الصدى اللي هو ان انت تسيب دهون اللحوم عليها من السنه اللي بعدها. وبرده ما تخافش عمرها ما هتعمل ريحه، اللي هي لو انت خايف ان هي تعمل ريحه يعني عمرها ما هتعمل ريحه. كده عرفناكم السكينه مستخدمه للشط والسكينه مستخدمه للتقصيف. لو عايزين كومنت عايز فيديو معين اكتبه في كومنت، والفيديو ده كان بناء على كومنت مطلوب في احد الفيديوهات، وهنسيب لكم صوره الكومنت. استنونا في فيديوهات جديده، وما تنسوش تدعمونا بلايك عشان نقدر ان احنا نوصل لكم معلومات جديده وفيديوهات جديده. مع تحياتي ليكم الجزار عيد سينا، ومع الف سلامه.